السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا ملاح وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. اليوم جيتكم فيديو جديده مع وصفه جديده اللي غادي نشاركها معكم. وصفه اقتصاديه بمكونات موجوده في كل بيت. وقبل ما نبدو لا فيديو تاعنا تاع اليوم نقول لكم ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاه وسلام. ونبدو بسم الله. بالنسبه للمكونات غادي تحتاجوا 3 كيسان تاع فرينه. عبّروا بأي كاس يكون متواجد عندكم. ديروا 3 كيسان تاع فرينة، ملعقة كبيرة تاع السمسم اللي كنت تكونوا رحيناه، أنا رحيته قاع غبرة. زدت معاهم ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية ولا نصف كيس تاع خميرة كيميائية، مع ملعقة صغيرة تاع الملح، وملعقة صغيرة تاع لافاني، وملعقة صغيرة تاع الخل. وغادي نديرو ملعقه كبيره اللي كنت ذوبتها تاع المارغرين. هنا غادي نحط كاع المكونات في خطره ونبدا نبسسهم في هذيك المارغرين. تبسوهم هكا شويه بيديكم حتى يتجانسوا هكا، يتخلطوا مع بعضهم بعض ويتبسوا شويه مع هذيك المارغرين. من بعد نبدا نلم العجينه تاعي بالماء. الماء عادي من الحنفيه، ما يكون لا دافي لا والو، نورمال يكون بحراره المطبخ. نبدا نلم به العجينه. هنا بالنسبه للماء دالي حوالي دات لي حوالي كاس تاع الماء. وانتوما سا ديبون على حسب الفرينه، كل فرينه وشعال كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا. هنا غادي نلم العجينه تاعي وبعد ما نلمها غادي ندلكها حوالي 2 دقائق. هذا مكان تدلكوها حوالي دقيقتين. وهاي العجينه اللي تحصلت عليها. هنا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي نص ساعه. شوفوا نتوما خلوها من ربع ساعه حتى نص ساعه. وهنا بعد ما خليتها ارتاحت هنا رحت في لو بلان دو طرافاي تاعي، رشيت المايزينا. هنا ما تشقاش ترشوا الفرينه باش العجينه تاعكم ما تنشف لكمش. استعملوا المايزينا النشا. هنا رشيت المايزينا وبديت نحل في هذيك العجينه تاعي. حاولوا تحلوها على شكل مستطيل. انا هنا قعدت نحل فيها خطره، كل خطره نقلبها على جهه حتى حليتها على شكل مستطيل. وهاي لهنا بعد ما حليتها كاع لازم تحلوها رقيقه. لازم العجينه تاعكم تورقوها رقيقه كاع. هنايا بعد ما حليتها كاع درت عليها المايزينا من الفوقه كيما شفتوا. وهنا بديت نطوي فيها. هنا ما ترولوهاش، شغل تطبقوها تطووها، ما شقاش ترولوها. هي ما تجيش كيما الرولي، شغل تطبقوها كيما راكم تشوفوا. نورمالمون الطريقه راهي واضحه امامكم. طويتها كيما هكا حتى وصلت للنص. عاود زدت رحت للجهه المقابله ثاني طويتها حتى وصلت للنص. وهنا قسمت بين هادوك زوج هادو هما ماشي على شكل بوده بصح هادو زوج قطع. قسمتهم كيما هكاك في الوسط. وهنا قطعتهم. هنا تقطعوا كيما راكم تشوفوا هكا حوالي زوج اصبع ولا الحجم نتوما تتحكموا فيه. تبغوا الحبه كبيره تبغوا الحبه صغيره. هنا بعد ما قطعتهم نعاود نفوت عليهم بالوراق كيما شفتوا ونجبدهم شويه بيديه باش ما يجوش رايحين غير للطول، باش يجوا شويه مربعين. هنا وجدت كاع الحبات تاوعي. وهنا كي كنت نوجد فيهم هنا كنت ديجا دايره الزيت يحمى. لازم تكونوا موجدين الزيت، لازم الزيت يكون حامي. وكي تقلوهم ما تقلوهمش على نار تكون قاويه، نار متوسطه باش يطيبوا مليح ويدوا لكم داك اللون الشباب وما ينحرقوا لكمش. وهما لهنايا بديت نقلي فيهم. شوفوا ساي كي توجدوهم ديريكتومون تروحوا تقلوهم. هنا شوفوا كي تحطوهم في المقله تقعدوا تقيسوا عليهم الزيت كيما هكا بالملعقه باش ينتفخوا معاكم. شوفوا هادو الفطائر ولا يجوا كيما المسمن تاع المقله اللي نديروه. يجوا مقرمشين، فيهم واحد القرمشه ويجوا بنان. انا هنايا قليتهم كاع. شوفوا الشكل تاعهم كيفاش يجي مقرمش. ان شاء الله تجربوهم سورتو مع اللاتاي. هادو يتمشوا مع اللاتاي بزاف. هنا شوفوا قاعد بعد ما قليت كاع الحبات تاوعي. بالنسبه للتزيين اختياري، كل وحده كيما تبغي تزينهم. كاين اللي تبغي تاكلوهم غير هكا ويجوا بنان. انا زدت عليهم درت عليهم العسل. دهنتهم، ما غمستهمش في العسل، غير دهنتهم هكا بالعسل ورشيت عليهم شويه تاع الجنجلان. وكانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بجيم في لا فيديو.
وما تنساوش إلا جربتوها تعطوني رايكم فيها. أنا ما عليا غير نخليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم وقارعوني في فيديو جاية إن شاء الله. مع السلامة.